ما تعيطيش في الشغل، ما ينفعش، هيقولوا عليكي ضعيفه ومش بروفيشنال، واحتمال ترقيتك تقف عشان اللقطه دي. عشان كده دورتلك على طرق تمنعي نفسك بيهم من العياط في الشغل. معلش عيطي بعدين. اول حاجه اتحكمي في دموعك. ثبت علميا ان التحكم في التنفس بيقلل حاله التوتر وبيرجعك لحاله التوازن. فاول ما هتحسي ان انت هتعيطي خدي نفس عميق، احبسيه شويه وطلعيه تاني، وكرري ده 3 4 مرات هتهدي. رقم 2، اضغطي على حاجه. خلي معاكي ستريس بول او ميداليه او اي حاجه تضغطي عليها، وكل ما تتوتري اضغطي. جسمك بيحتاج لطريقه يتخلص بيها من التوتر، وبكده الطريقه هتكون بايديكي مش بعينيكي. ثالث حاجه، اشربي ميه ساقعه. اول ما هتحسي ان دموعك هتنزل اشربي ميه ساقعه متلجه، هتخفض درجه حراره جسمك اللي بتعلى لما تكوني عاطفيه. رابع حاجه، افصلي نفسك عن الموقف. اطلبي 5 دقايق بريك واخرجي من الاوضه، روحي مكان تاني، علشان تغيير المشهد بسرعه بيخلق مسافه بينك وبين ردود افعالك. رقم 5، ركزي في حاجه تانية. قبل ما تحسي ان الدموع خلاص نازله فكري في حاجه مختلفه. تخيلي اسعد لحظه في حياتك او افتكري اي حاجه بتضحك، هتشتتي عقلك ومش هتعيطي. اما بقى لو مشاعرك غلبتك وما قدرتيش تمسكي نفسك وخلاص هتعيطي، معلش عيطي ولا يهم. الكلام ده قالته ميلودي والدنج. عمركم اتحطيتوا في الموقف ده؟ احكولي في الكومنت.